قصتنا النهاردة ممكن يكون في بنات كتير مروا بيها. ممكن يكونوا لسه في أولها أو ممكن يكونوا كمان خلصوها وحصل لهم نفس اللي حصل للبنت بتاعت النهاردة. يلا بينا نبدأ القصة على طول من غير مقدمات كتيرة. قصتنا النهاردة عن مريم، وطبعا ده مش اسمها الحقيقي. مريم بتقول أنا كنت بنت عادية جدا، كنت بضحك بخرج ليا صحابي وحياتي ماشية زي أي بنت، لحد ليلة معينة. الليلة دي قلبت حياتي كلها. كنت نايمة في أوضتي عادي، وفجأة لقيت نفسي واقفة في أوضة شبه الأوضة بتاعتي، بس ما كانتش هي. الحيطان كانت غامقة قوي والضلمة في كل مكان في الأوضة، وفي آخر الأوضة كان في حد واقف ما كنتش قادر أحدد شكله. ملامحه كانت مهزوزة كأنه واقف جوه ضباب، بس كنت شايفة حاجة واحدة بس، إن اللي واقف ده كان بيبصلي. وقتها أنا حاولت أتحرك بس رجلي كانت ما بتتحركش، وحاولت أصرخ بس صوتي ما كانش بيطلع. وفجأة لقيته بيقرب عليا بالراحة لحد ما بقى قدامي بالظبط، وقرب وشه من ودني، بس كان ساكت ما بيتكلمش، ما كنتش سامعة منه غير نفسه. وفجأة لقيت نفسي صاحية من النوم مرعوبة. بس الغريب إن الأوضة عندي كانت حرارتها عالية بشكل مش طبيعي، وأنا كنت حاسة بتقل رهيب على صدري، كأني كنت شايلة حجر وأنا نايمة. وقتها أنا قلت أكيد ده كابوس. بس الليلة اللي بعديها حصل معايا نفس الحلم ده، نفس الكائن ده واقف وبيقرب مني وقرب عند ودني ومش سامع غير صوت نفسه، وبرضه أصحى مفزوعة. بعد حوالي أسبوع بقيت باصحى وأنا مرهقة جدًا، كأني في الحلم كنت باعمل مجهود، وكل يوم أقول لنفسي بكرة إن شاء الله هيروح، بس كل يوم كان بيبقى أسوأ من اللي قبله. وبعدين بدأت ألاحظ حاجات تانية. كنت كل ما أصحى ألاقي دراعي أو رجلي كله كدمات، كدمات زرقا مش فاهمة جات لي منين، ومكانها كان بيوجع أوي، كأن حد ضربني فيها أو ضغط عليها جامد. وفي أول أسبوع ده كنت فاكرة إن الموضوع نفسي أكتر، إنه توتر أو إرهاق أو تعب من الشغل مثلا، لحد ما جالي كابوس مختلف تماما. كنت شايفة نفس الشخص بس المرة دي كان واقف ورايا، لدرجة إن أنا كنت حاسة بنفسه على رقبتي، وبعدين حسيت بإيده بتلمس كتفي، وأول ما لمسني أنا جسمي اتجمد، وحسيت إن أنا مشلولة مش قادرة أتحرك. وقبل ما أصحى سمعت صوت أول مرة أسمعه منه. كان الكلام مش واضح بس زي همسة أو وشوشة، حاجة ما كانتش مفهومة، كانت عاملة زي أنا معاكي أو حاجة شبه كده. بعديها أنا صحيت من النوم منهارة، وبصيت على الحتة اللي كان ماسكني بيها في الحلم، لقيت نفس الكدمة اللي بشوفها في جسمي في نفس المكان اللي مسكني فيه بالظبط. وبعد حوالي أسبوعين من الكوابيس دي بدأ يحصل لي حاجات أغرب. كنت حاسة إن أنا بقيت متغيرة. أنا شخصية بطبع اجتماعية، باحب أهزر مع الناس، باحب أنزل وأخرج وأروح وآجي، بس فجأة لقيت نفسي مش عايزة حد، مش قادرة أتحمل وجود أي حد حواليّا. وأمي لمّا كانت بتشوفني كانت بتقول لي: "مالِك يا بنتي، فيكِ إيه؟ أنتِ اتغيرتِ كده ليه؟" وأنا وقتها ما كنتش عارفة أرُد أقول لها إيه، مش عارفة أشرح، بمجرد الكلام مع أي حد كان بيتعبني، وحتى صوت الناس بيضايقني. ما بقيتش عايزة غير إني أقعد لوحدي في الضلمة. والغريب إني ساعات كتير كنت باقعد في الأوضة لوحدي وباطفّي النور كُلّه، وباحس إن في حد موجود معايا، وكنت باحس إن وجوده معايا مُريح أكتر من إن أنا أتعامل مع البشر. وقتها أنا كنت خلاص عايشة لوحدي، ما فيش صحاب، ما فيش خروج حتى من البيت، وأي مناسبة كنت باحاول أهرب منها. بس ده كُلّه كان ولا حاجة قدّام اللي بدأ يحصل لي مع موضوع الجواز. وأنا طبعًا المفروض بنت زي أي بنت، أهلها كلّهم نِفْسهم إن هي تتجوّز. وفي يوم لقيت أبويا داخل بيقول لي: "في عريس جاي لِك النهارده." وقتها أنا كان قلبي مقبوض جدًا، وفعلًا الولد جه في ميعاده، وكان شاب محترم أوي. بس أول ما قعدت معاه لقيت وشه اتغير أوي، كأنه شايف حاجة مرعبة. وهو بيتكلم معايا كان بيبص ورايا كل شوية. وخلصنا القعدة وأول ما مشى قال لأهله إنه مش مرتاح من غير ما يقول لهم أي سبب. وبعد حوالي أسبوعين في عريس تاني جه، بس اليوم اللي جه فيه حصل موقف أنا نفسي ما قدرتش أفهمه. كنت قاعدة في الصالون وفجأة حسيت إن قلبي بينبض جامد، وحسيت بصوت في دماغي بيقول لي اوعي توافقي. الصوت ده كان بيضغط عليا جامد، وفجأة لقيت نفسي اتنرفزت واتوترت، وبقيت بتكلم معاه بطريقة وحشة قوي من غير أي سبب منطقي، كأنه شخص عارفاه من زمان وبكرهه، رغم إنه كان محترم قوي ومؤدب وكل الناس قالت عليه إن هو مناسب. بس أنا أول ما لقيته قام وقعد جنبي في الكنبة
حسيت بسخونة مش طبيعية، كأن حد واقف بيني وبينه، وبعديها نفس الصوت في دماغي بيقول لي ما تقربيش منه. بس الغريب برضه إن هو قبل ما يمشي كان جواه حالة من النفور كده، كأنه شاف حاجة وحشة أو شافني بطريقة وحشة. وفي آخر اليوم قبل ما العريس يمشي حصلت لي غيبوبة. كنا قاعدين وأهل العريس قالوا طب نتكلم في التفاصيل. أول ما قالوا كده لقيت جسمي اتشنج وإيدي اتقلبت ونفسي اتقطع، وأمي كانت بتصرخ جنبي. وقتها أنا كنت حاسة كأن حد ماسكني من ورايا وبيشدني لتحت، وبعديها أغمى عليا. صحيت بعديها بشوية لقيت العريس مشي، وماما قاعدة جنبي بتعيط. ومن اليوم ده أي حد يتقدم لي لازم يحصل حاجة غريبة، يا إما هو يبعد يا إما أنا أتغير، يا إما تحصل حاجات غريبة في البيت زي أصوات أو تخبيط أو ريحة دخان، حاجات بتخوف أي حد إنه يقرب من البيت بتاعنا. وكل يوم كنت لسه بشوفه في الحلم، بس كل مرة كانت بتتطور. يعني آخر مرة كنت شايفاه بيقرب مني وحاطط راسه على كتفي كأنه مطمن وهو معايا. وبعديها الموضوع اتطور، بقيت كل ما اصحى الاقي الكدمات بس كان شكلها بيبقى غريب. مرة تبقى دايرة، مرة يبقى زي في كف على جسمي، مرة كأن في ايد مسكاني من اماكن غريبة، وكلهم بيبقى لونهم ازرق غامق قوي. وامي كانت كل ما تشوفني تقول لي يا بنتي انت اتخبطتي فين، وقعتي ولا ايه اللي حصل لك؟ وانا ما كنتش عارف ارد اقول لها ايه. بس انا كنت بحاول اقنع نفسي برضو ان انا بحلم وان دي كوابيس وان انا اتخبطت وانا نايمة، مع اني ما كنتش مقتنع بده. بس كنت باحاول أهدّي نفسي. وفي مرّة كنت قاعدة مع أهلي، بمجرّد ما أخويا قال لي: "يالّا ننزل نجيب فستان فرح عشان فرح بنت خالتي." حسّيت بحرارة غريبة فجأة طلعت من جسمي، ونفسي بقى تقيل أوي، والدنيا لفِّت بيّا. وفجأة لقيت إيديّا اتقلبت لوحدها، وصوابعي بدأت تتشنِّج كأن حد بيشدّها. وفي مرّة تانية وأنا باضحك مع بنت خالتي في الأوضة عندي، فجأة حسّيت إن أنا مش قادر أضحك، كأن حاجة جوايا كتمت الضحكة لوحدها. وبعديها اتشنجت تاني ووقعت من على السرير، وعينيا كانت عمالة ترف بسرعة لوحدها، وصوتي مكتوم مش قادر افتح بقي واقول لهم الحقوني. بنت خالتي وقتها طلعت تجري تنده اهلي، بس انا كان اغمى عليا. واول ما صحيت لقيت ماما بتقول لي مالك يا بنتي، انت بتتشنجي ليه كل ما نفرح؟ بس انا والله ما كان عندي اجابة، أنا مش عارفة السبب أصلًا. أنا عن نفسي كنت بابقى مرعوبة، وبالذات مرعوبة كل أمّا أدخل أنام. كنت كل يوم أصحى بكدمة جديدة، أو إحساس إبر بتغرس في جسمي، أو أصحى على صوت حد بيتنفس في ودني. وفي يوم كنت نايمة وصحيت على صوت زي صوت جرجرة، بس لمّا صحيت كان الصوت لسه موجود، كان جاي من جنب السرير. وأول ما فتحت عيني لقيت السقف غامق بشكل مش طبيعي، وبعدين حسيت بإيد بتشد الغطا من عليَّ. كانت بتشده بالراحة جدًا. وقتها أنا كان جسمي كله واقف حرفيًا، مش قادر أتحرك ولا حتى أنادي على حد يلحقني. وبعديها سمعت صوت حاجة بتزيق على الأرض، بس ما كانش في حاجة قدامي. وبعديها لقيت كدمة في رجلي في نفس المكان اللي كان بيتسحب فيه الغطا. وبعد كل اللي حصل ده لقيت أبويا بيقول لي إحنا لازم نوديك لشيخ يفهمنا إيه اللي بيحصل ده. وقتها أنا كنت بين الخوف والتعب واليأس، وافقت على طول، مع إني كنت شايفة إنه ما حدش هيقدر يساعدني في اللي أنا فيه، لأن أنا كنت حاسة إن جسمي ما بقاش ملكي، ونومي بقى عذاب وحياتي كلها وقفت. والشيخ أول ما وصل كان راجل كبير هادي مفهوش أي حاجة تخوف، كان شكله طيب جدا. لقيته قعدني قدامه وقال لي أنا مش هسألك كتير بس قوليلي بتنامي إزاي. مجرد ما سأل السؤال ده كان سؤال طبيعي جدا مفهوش أي مشكلة، بس أنا وقتها لقيت جسمي كله اتشنج كأن كهربا مسكت فيا. لقيت الراجل بيبص لأبويا وبيقول لي واضح إن اللي معاها ده تقيل قوي. وبعديها بدأ يقرأ قرآن على طول، ومع أول آية قالها حسيت بسخونة بتولع في ظهري، وبعديها رجلي بدأت تترعش جامد، وبعديها بقيت بتنفس بسرعة كأني قاعدة أجري. وبعد حوالي دقيقتين من اللي بيحصل لي ده فجأة في صوت خرج مني. الصوت ما كانش صوتي خالص، كان صوت تخين قوي. الصوت ده مستحيل إنه يكون صوت بشري، والصوت كان طالع غضبان قوي، كان بيقول ابعد هي مش ليكم. وقتها أمي طبعا صرخت، وأنا مش فاكرة إن لساني أصلا اتحرك وطلع الكلام ده. الصوت كان خارج لوحده. والشيخ وقتها قعد يكمل قراءة قرآن وفضل يعلي صوته، والصوت وقتها كان قاعد بيعلي صوته أكتر، بيحاول يخلي القرآن ما يكملش. وأنا كان جسمي قاعد بيتلوى جامد،
كأن حد بيشدني من كل ناحية في جسمي. وبعديها الصوت خرج مني تاني بيقول: هي ليا لوحدي، ومش هسمح لحد يقرب منها. لقيت الشيخ وقف قراءة قرآن وبصلي في وشي وقال لي: هي مش ليك، انت ملكش سلطان عليها. بعديها لقيت ايديا بتتشنج جامد لدرجة ان ضوافري غرست في رجلي من غير ما احس، ورقبتي رجعت لورا بقوة جامدة قوي، كأن حد بيشدني من شعري لورا. والصوت خرج مني تاني، بس المرة دي كان هادي وبيضحك، بيقول: هي اختارتني، هي هتفضل معايا. الكلمة دي اتقالت وانا حرفيا مش قادر اتنفس. كنت حاسة ان مفيش هوا في الأوضة اللي احنا قاعدين فيها. بعديها حسيت بصرخة جوه صدري بس ما خرجتش. وقتها ابويا كان واقف بيعيط، وامي كانت ماسكاني جامد وقاعدة بتدعي ربنا. وفي لحظة زي ما الصوت ظهر اختفى، وانا وقعت على الارض مش قادر افتح عيني ولا اتكلم ولا حتى اعيط. بس كنت فاكرة ان الشيخ قال: اللي في بيتكو ده مش عابر، ده متعلق بيها وبيغير عليها وبيأذي أي حد يقرب منها. ومن اليوم ده بدأت المواجهة الحقيقية. بعد أول جلسة دي كنت فاكرة إن اللي حصل ده أسوأ حاجة ممكن تحصل لي، بس للأسف دي كانت البداية. من اليوم ده البيت كله ما كانش بيعرف ينام طبيعي، وجسمي بعد اليوم ده بقى كله بيوجعني، وإيديا بترتعش وراسي بتوجعني جدا، وما كنتش قادر أركز في أي حاجة. وفي الليلة دي أنا نمت بدري من التعب، بس أول ما غمضت عيني لقيت نفسي في نفس الأوضة اللي بشوفها كل مرة في الكوابيس، نفس الضلمة، نفس النفس اللي بسمعه كل مرة. بس المرة دي ما كانش واقف بعيد، كان واقف جنبي بالظبط وقرب من وداني. بس المرة دي ما كانش بيتنفس بس، لقيته بيقول لي: انت ملكي، محدش هيبعدك عني. صحيت مفزوعة وقلبي بيدق بسرعة، وأول ما رفعت الغطا عني لقيت كدمة سودا جديدة، بس المرة دي كانت على رقبتي. وتاني يوم الصبح الشيخ رجع لنا، ولقيته بيكلم أبويا بيقول له: اللي عليها ده مش هيتطرد بسهولة، ده متعلق بيها تعلق مش طبيعي. وبعديها بدأت الجلسة، وجلسة ورا جلسة، كل جلسة كنت بحس إنها شبه الحرب. أنا قاعدة قدام الشيخ وأمي ماسكة إيدي، والراجل بيقرأ قرآن، وأول ما يبدأ جسمي يتشنج وأرد عليه بصوت مش صوتي. مرة الصوت كان يتكلم بعصبية، ومرة يضحك، ومرة يحس إن هو قوي، ومرة كان بيبقى ضعيف. وجلسة من الجلسات لقيت الشيخ بيقول له: لو بتحبها بجد سيبها. لقيته بيرد عليه بعصبية مش طبيعية، بيقول له: مش هسيبها، ولا انت ولا ابوها ولا اي حد يعرف ياخدها مني. وقبل ما الشيخ يكمل النور قطع. وقتها أنا كنت حاسة إن في حد ماسكني من ضهري وبيشدني جامد عايزني أقع على الأرض. لقيت أبويا بيجري عليا، بس قبل ما يقرب لي النور رجع. وبعديها كانت أول مرة أشوفه على الطبيعة، مش وأنا نايمة. كنت شايفة زي ظل واقف جنبي، كان الظل طويل قوي وثابت ما بيتحركش، وكأنه شبه الدخان بس متشكل على هيئة بني آدم. وقتها الشيخ قرأ قرآن بسرعة، لقيت الظل دوت اختفى من جنبي، وانا لقيت نفسي بقع على الارض وبطني بتوجعني جدا، كأن حد خبطني فيها جامد. لقيت الشيخ بيقول لابويا: ده بدأ يأذيها لما حس ان احنا اقوى منه. وبعديها الجلسة خلصت. بس كان كل يوم برضو بيعدي كان في حاجات بتحصل. مرة الكدمات بتزيد، مرة أصحى ألاقي هدومي متقطعة من غير أي سبب، ومرة أحس إن في حد قاعد جنبي على السرير والمرتبة غطسانة، كأن في وزن فعلا قاعد عليها بس أنا مش شايفاه. وفي مرة كنت قاعدة في الصالة مع أمي، لقيت صوته خرج مني كان بيكلم أمي، بيقول لها: ابعدي عنها، انت السبب، انت اللي مش عايزاني. وقتها أمي لقيتها اتنطرت من الكنبة، ووشها كان مرعوب قوي. بعديها كل ما الجلسات مع الشيخ تزيد، كل ما يحصل حاجة جديدة بتأذيني وتأذي أهلي. لحد بعد حوالي شهرين من أول جلسة الشيخ جالنا وقال لأبويا: هو مش بس متعلق بيها، هو شايف إن هي جزء منه. وقتها أنا حسيت إن أنا خلاص مش هعرف أرجع زي ما كنت حاسة إن حياتي ما بقتش ملكي، وإن هو كده خلاص عمره ما هيسيبني. وقتها لقيت الشيخ بيقول لأبويا: الليلة دي هتبقى آخر مواجهة بينا وبينه، يا إما هو يكسب يا إما إحنا نكسب. وقتها أنا كنت طبعا منهارة، بس كان جوايا في أمل صغير، أمل إن أنا أصحى ألاقي نفسي طبيعية. بدأنا الجلسة وأول كلمة قالها لي الشيخ: ما تخافيش يا مريم، لو هو قوي فربنا أقوى من الكل،
لما قال لي الجملة دي أنا حسيت بقوة مش طبيعية. وقتها أنا كنت متأكدة إن فعلا ربنا مش هيسيبني. والشيخ وقتها بدأ يقرأ قرآن بصوت هادي. كان صوته ثابت وقوي جدا المرة دي. في أول دقيقة حسيت برعشة خفيفة. بعديها نفسي تقل. بعديها جسمي بدأ يسخن بطريقة مش طبيعية. وكنت حاسة إن الأرض تحتية كلها بتتهز. وفجأة جالي إحساس إن في حد واقف ورا ظهري. كنت حاسة إن هو ضخم أوي وطويل أوي. بعديها لقيت الصوت اللي جوايا رجع يتكلم. بس المرة دي كان غضبان جدا. كان باين عليه إن هو متعصب وإن هو ضعيف أوي. بس بيحاول يبقى قوي. كان بيقول وهو خايف: سيبوها لي، هي بتاعتي. وصوته كأنه كان بيغرق في مية. الشيخ وقتها بدأ يقرأ القرآن بصوت أعلى. ومع كل آية كان الشيخ بيقولها كنت بحس بإبرة بتتغرس في جسمي. وشعري يتشد جامد. ورقبتي كانت بتلف لوحدها. وضوافري قاعدة بتغرس فيا جامد. في الوقت ده أمي كانت واقفة جنبي وقاعدة بتعيط. وأبويا ماسكني عشان ما أقعش على الأرض. وفجأة لقيت نفسي اتقطع. ما كنتش عارفة أتنفس. كأن حد حاطط إيده على بقي. وعيني بدأت تسرح. كنت حاسة إني شايفة زي دخان مالي عيني. لقيت الراجل بيقرب مني ووشه متغير. ومسكني من راسي وقال جملة بصوت عالي جدا. كان بيقول: لو ليك سلطان عليها كان زمانها راحت معاك. بس هي عمرها ما هتكون ليك. اللي حصل بعديها مش هنساه طول حياتي. حسيت بسخونية في جسمي كله. وبعديها الصوت صرخ جامد قوي. كانت صرخة طويلة جدا أكنه بيتعذب. وبعديها حسيت بحاجة بتتشال من على صدري. الإحساس بالظبط كأنك كنت مربوط بحبل. وفجأة الحبل ده بقى بيتقطع لوحده. وفي لحظة الصرخة وقفت. وجسمي ارتخى جدا. والسخونية راحت. ورحت واقع على الأرض. ما كنتش حاسة برجلي. بس كان أول مرة أحس إن أنا رجعت تاني خفيفة. وحاسة إن صدري مفتوح. عارف أخد نفسي. وبعد حوالي 5 دقايق فتحت عيني. لقيت الشيخ باصصلي وبيضحك وبيقول لي الحمد لله خرج. وقتها أمي من الفرحة كانت منهارة من العياط. وأبويا كان ساجد على الأرض بيشكر ربنا. وبعد فترة قليلة رجعت لطبيعتي. رجعت أخرج وأفرح تاني وأضحك. رجعت البنت الطبيعية اللي بتحب الناس والناس بيحبوها. وبعد حوالي سنة من الموضوع ده اتقدم لي شاب محترم. وتعرفنا على بعض ووافقنا ببعض. وكنت حاسة إحساس حلو قوي إن مفيش حد بيبعدني عنه. والحمد لله احنا دلوقتي متجوزين. وعايشين حياة طبيعية. وكل يوم كنت بقول لنفسي الحمد لله ربنا هو اللي خرجني من الموضوع ده. بقيت بحمد ربنا كل يوم. وقربت من ربنا أكتر. بعد اللي حصل لمريم في القصة دي في سؤال جه في دماغي: هو ليه أصلا من الأول حصل لها كده؟ ولما دورت كتير عرفت إن أول سبب البعد عن ربنا. لو أنت كل يوم بتقرأ قرآن أو حتى بتسمع قرآن ربنا هينجيك. وتاني حاجة ودي مهمة جدا: إن أي بنت وهي نايمة أو وهي بتبص في المراية تحاول إنها تكون لابسة لبس طويل علشان ما يحصل لهاش نفس اللي حصل لمريم. وبكده تكون خلصت قصتنا يا أصدقائي. لو عجبتك القصة ما تنساش اللايك والشير والاشتراك عشان اللايكات بقت واقعة عندي خالص. وهستنى رأيكم في الكومنتات. ولو حد عنده قصة وعايز يحكيها ابعتها لي على الجروب اللي هسيب اللينك بتاعه في التعليق المثبت. علشان ممكن القصة الجاية تبقى هي قصتك يا صديقي. سلام يا أصدقائي.